احنا خلاص في الوقت الحالي يعتبر داخلين في عصر جديد مع سوبرمان جديد، والفيلم اللي جاي هيكون هو بداية عالم الدي سي يو. ولكن قبل ما ندخل مع سوبرمان الجديد خلينا نتخيل مع بعض ماذا لو هنري كافيل رجع في فيلم مان اوف ستيل 2. مبدئيا الاشاعات كانت بتقول ان الفيلم مش هيكون تحت مسمى مان اوف ستيل 2، لكن العنوان اللي كان بيتقال عليه هو مان اوف تومورو، وكان هيبقى تكمله مباشره للفيلم بتاع مان اوف ستيل. هنري كافيل بنفسه كان بيقول انه ما كانش بيعتبر فيلم باتمان ضد سوبرمان تكمله لفيلم مان اوف ستيل، لكنه كان شايفه تقديم لفرقه الجاستس ليج. وكمان كان بيقول انا نفسي جدا اعمل مان اوف ستيل 2 تكمله مباشره لفيلم مان اوف ستيل، وعندي قصص كتير حابب اقدمها عن سوبرمان، وفي اسلوب معين للشخصيه نفسي كمان ان انا في يوم من الايام اظهره فعلا. والفيلم ده فعلا كان قرب يحصل كذا مره لكنه في الاخر اتلغى. فخلينا مع بعض كده نشوف ايه اللي حصل وايه اللي كان ممكن يحصل لو الفيلم ده في يوم من الايام اتعمل. طيب هنا بقى لما ديفيد جوير وكمان كريستوفر نولان كانوا شغالين على كتابه قصه ذا دارك نايت رايسز، كانوا متعطلين عند التلت الاخير من الفيلم، وفي الحاله دي قرروا ان هم ياخدوا شويه بريك. ولما رجعوا يشتغلوا نولان سال جوير انت خلصت السكريبت؟ جوير رد عليه وقال له لا لسه. فنولان بعدها بيسأله طب كنت بتعمل ايه؟ جوير قال له بصراحة كنت بلعب بفكرة فيلم عن سوبرمان. نولان بعدها استغرب من كلامه وقال له طب احكي لي. لما جوير حكى له نولان قال له انا ممكن انتج الفيلم ده لو انت حابب. الفكرة بتاعت جوير هنا كانت انه يعامل الفيلم كأنه قصة اول تواصل، ويورينا هيكون شكله عامل ازاي لو كائن شبه الملوك جه ووصل للارض فجأة. وفي الاخر فعلا قرروا يجيبوا المخرج زاك سنايدر علشان خاطر يخرج الفيلم، لكن كمان كانوا بيفكروا في توني سكوت كمخرج بديل. نولان كان قابل توني سكوت، فممكن في كون تاني يكون في نسخة فعلا من مان اوف ستيل، ولكن هنا بدل ما تكون من اخراج المخرج زاك سنايدر تكون من اخراج توني سكوت. ودي بصراحه كانت هتبقى حاجه حلوه جدا ان احنا ممكن نشوفها. طيب هنا بقى لما فيلم مان اوف ستيل نزل كان في تقييمات مختلطه لحد كمان ايجابيه. هو ايوه كان ناجح بس ما كانش محبوب نقديا زي باتمان بيجنز، وبرغم كده كانوا مكملين في خطه ان هم يعملوا جزء تاني. ومع ظهور اللوجو بتاع وين على القمر الصناعي اثناء قتال سوبرمان وزود، ناس كتير بدأت تتساءل إذا كانت دي سي ناوية تمشي على طريق مارفل وتعمل أفلام مستقلة لشخصيات مختلفة، واللي هو المفروض كل بطل كان المفروض ياخد فيلم لوحده قبل ما يجمعوهم كلهم في فيلم مثلا زي فريق افنجرز. وقعد الفريق يتكلم عن الجزء الثاني من فيلم مان اوف ستيل، وبدأوا يتناقشوا هيكون عن إيه ومين هيكون الشرير. زاك سنايدر على طول اقترح ان الشرير يكون باتمان لانه شايف ان ده هيكون تناقض مثير. فهنا بقى بعد ما سوبرمان واجه واحد شبهه من الكوكب بتاعه، هيجي دلوقتي يواجه راجل عادي من الارض من غير اي قوة خارقة. وكمان زاك سنايدر هو ما كانش عاوز اصلا يعمل غزو فضائي تاني، ففي الوقت ده زاك سنايدر ونولان كانوا بيفكروا يعملوا فيلم مان اوف ستيل ضمن عالم ذا دارك نايت اللي عمله نولان اصلا. بس في الاخر قرروا ما يعملوش كده لان ذا دارك نايت رايسز خلص بقصه ان بروس وين في النهايه اعتزل، والمفروض يعني يتقدم باتمان جديد. وعلشان كده قرروا يعيدوا اختيار ممثل جديد لباتمان ويبنوا شخصيه مختلفه تماما تناسب العالم ده. بس عشان خاطر نحط الكلام ده في سياقه الصح لازم نفهم هنا ان مان اوف ستيل نزل بعد افنجرز بسنه واحده، ووقتها ورا بروس كانت مستعجله جدا علشان تلحق نجاح مارفل وتعمل فيلم فريق زي جاستس ليج يكسر المليار دولار. وعلشان كده قرروا يتخطوا مرحله ان كل شخصيه يكون ليها فيلم لوحدها، وبدل بقى ما يعملوا بناء تدريجي راحوا بسرعه على فيلم باتمان ضد سوبرمان وبعدها على طول مباشره جاستس ليج. هنا بقى الشخص اللي كان ماسك دبليو بي عمل اعلان ضخم وقال ان هم ناويين يعملوا حوالي 20 فيلم في ال10 سنين الجايين، بس ولا واحد فيهم كان مكتوب اصلا، وكان في كميه خطط بتتبني حرفيا على الهوا. اللي حصل وقتها كان مثال واضح على ازاي ما ينفعش تبني بيت من غير اساس. بسبب بقى القرارات المتسرعه دي افلام مان اوف ستيل، باتمان ضد سوبرمان، والجاستس ليج كلها ما حققتش النجاح المتوقع اصلا، وده خلى الجزء الثاني من مان اوف ستيل يتاجل كل شويه في مقابل ان هم يركزوا على شخصيات تانية في عالم دي سي. وكل ده علشان خاطر دبليو بي كانت بتحاول تلحق مارفل باي شكل من الاشكال. ولما زاك سنايدر انسحب من جاستس ليج قبل ما يخلص كان ممكن لو كمل واشتغل على مان اوف ستيل او حتى كمان راقب التطور بتاعه كان هيبدا يفتح الباب لاعداء من عوالم تانية. هو كان شايف ان لازم التحدي اللي يواجه سوبرمان يجي من خارج الارض لانه ببساطه قوي جدا ومفيش حد على الارض يقدر كمان ان هو يوقفه. والعدو بقى اللي كان زاك سنايدر ناوي يقدمه في الفيلم ده كان برنياك. برنياك ظهر في مسلسلات زي سمول فيل وكمان كريبتون، بس عمره ما طلع في فيلم سينمائي كبير مع انه كان المفروض يظهر من زمان. كان في خطط انه يبقى العدو الاساسي في فيلم سوبرمان 3،
وكمان في فيلم تيم بورتون اللي اتلغى. وهنري كافيل كمان كان متحمس جدا لفكره ظهور برينياك، وقال انا شايف ان برينياك هيكون شرير فعلا عظيم، واللي هو من الاخر كده هيكون فعلا خصم ممتاز. لكن برضه العدو الاساسي لسوبرمان كان هيستمر يبقى ليكس لوثر، لان ببساطه ليكس لوثر هو العدو الحالي لسوبرمان، وما ينفعش ان انت تتجاهله تماما. وعلشان كده الاشاعات بتقول ان ليكس لوثر كان هيكون ليه دور في اصل برينياك. بمعنى تاني ان ليكس لوثر كان هيستخدم تكنولوجيا كريبتونيه علشان يطور نظام التشغيل بتاعه، وده اللي هيؤدي في الاخر لانشاء شخصيه برينياك. وده كان هيبقى شبه اللي حصل مع دومزداي في فيلم باتمان ضد سوبرمان. وبرضه نقدر نقول ان في شبه شويه من قصه الترون في عالم مارفل، ومش مستبعد بصراحه ان في فيلم سوبرمان اللي جاي جيمس جان يكون مقتبس من القصه دي. ففي كده الاحوال زاك سنايدر كان مهتم جدا انه يرجع الكريبتونيين اللي اتحبسوا في الفاندوم زون، ووضح كمان ان الكريبتونيين دول ممكن يكونوا لسه موجودين هناك، وكان دايما في احتماليه ان هم يرجعوا في المستقبل. بس المهم نعرف ان كان في اكتر من نسخه او فكره اتقدمت من مؤلفين ومخرجين مختلفين من وقت ما نزل باتمان ضد سوبرمان لحد ما المشروع ده اتلغى تماما. طيب هنا كمان من ضمن النسخ دي كانت فيه فكره من ديفيد جوير اللي كتب قصه مان اوف ستيل، وكانت بتبني على الكوميكس التمهيدي اللي اتكتب بالتعاون مع زاك سنايدر واخرين، واللي كان بيحصل على كوكب كريبتون من الاف السنين. في الكوميكس ده بنقابل كارا زوريل اللي هتبقى سوبر جيرل بعد كده، وبنشوفها وهي قربت تخلص تدريبها علشان تنضم لمجموعه من مستكشفي كريبتون، واللي كانت مهمتهم ان هم يدوروا على كواكب مناسبه علشان يتم تحويلها وتبقى قابله للحياه بتاعت الكريبتونيين. لكن الرحله بتاعت كارا ما بتمشيش زي ما هي كانت متوقعه، وبيحصل ليها حاجه تخليها توصل الارض. وهنا بقى بتتحطم السفينه بتاعتها في كندا في العصر الحجري، وتدفن تحت طبقات من الجليد، وتدخل في سبات عميق شبه اللي حصل مع كابتن امريكا. الكوميكس بينتهي في سنة 2013 لما ناسا بتكتشف إشارة جاية من تحت الأرض في كندا، وفي الوقت ده بنشوف كلارك كينت شغال في مركب صيد قرب سواحل الاسكا زي ما ظهر معانا كده في اول مان اوف ستيل. فهنا في مان اوف ستيل 2 سوبر جيرل كانت هتصحى من السبات بتاعتها قبل ما برينياك يوصل للارض ويدور على الكودكس. ومن المعلومات اللي جمعها برينياك من التكنولوجيا الكريبتونيه كان هيصنع نسخه بيزارو، نسخه مشوهه من سوبرمان، ويبعته علشان خاطر يواجه سوبر جيرل وسوبرمان وياخد الكودكس. واللي بنعرفه هنا بقى ان المخرج ماسيو فون هو اللي كان الدبليو بي حاطينه كاولويه لاخراج الفيلم، والواضح انه كان متحمس جدا للفكره لدرجه انه بنفسه كان قدم فكره لفيلم سوبرمان قبل حتى ماجوير ونولان يقدموا فكرتهم بتاعه مان اوف ستيل. بس ماسيو فون بعد كده قال انه شايف ان هم ارتكبوا غلطه لما جمعوا سوبرمان وباتمان في فيلم واحد. فبعد مان اوف ستيل ماسيو فون قال انه حاسس ان شخصيه باتمان وسوبرمان والعوالم بتاعتهم مش بتمشي مع بعض كويس، وكمل كلامه انه شايف ان في فرصه نعمل فيلم جديد لسوبرمان، بس هنا بقى يكون فيلم سوبرمان حقيقي، فيلم مليان الوان ممتع ومش مظلم وكئيب. هنري كافيل نفسه كان بيشارك نفس الرأي وقال انا نفسي ارجع اقدم سوبرمان اللي الناس بتحبه من الكوميكس، الشخصيه اللي فيها بهجه وامل وقوه، سوبرمان اللي بيمثل حاجه عظيمه. بس للاسف بعد خيبه الامل اللي حصلت بسبب باتمان ضد سوبرمان والكارثه الكامله اللي كانت في الجاستس ليج، دبليو بي قررت توقف شويه مشروع مان اوف ستيل 2 علشان يعيدوا التفكير في خطه افلام دي سي كلها. في الوقت ده المخرج كريستوفر ماكيوري اللي كان لسه مخلص شغل مع هنري كافيل في ميشن امبوسيبل اتفق مع هنري كافيل ان هم يقدموا فكره لفيلم مان اوف ستيل 2 بس يكون اكتر بهجه وتفاؤل. فماكيوري هنا كان بيقول مش بنتكلم بس عن فيلم خفيف في مشاهد زي ان سوبرمان بينقذ قطه من فوق الشجره رغم ان ده جزء مهم، ولكن كمان عاوزين نوري الناس النسخه الجامده من سوبرمان، القوه الحقيقيه بتاعته بس مش كقوه مدمره، لا عاوزين نوريه وهو بيستخدم قوته علشان خاطر يحمي الناس. ولكن ورا بروس قرروا ما يكملوش في الاتجاه ده، والمثير للسخريه ان في نفس السنه لما دبليو بي كانوا بيحاولوا يقنعوا المخرج جيمس جان اللي عمل الجارديانز انه يكتب ويخرج فيلم مان اوف ستيل 2، جيمس جان بنفسه رفض وفضل يعيد تقديم فيلم سوسايد سكواد بدل كده. وفي الوقت ده الاستوديو كان بيحاول يتفاوض مع هنري كافيل علشان خاطر يظهر كضيف شرف في فيلم شازام، لكن المفاوضات وقفت. وعلشان كده لما سوبرمان ظهر في اخر الفيلم ما وريناش وشه، وده كان بصراحه محرج جدا لعالم دي سي، خصوصا لما تشوف مارفل وقد ايه شخصيتهم بتظهر في افلام بعض، ولما ما وصلوش لاتفاق مع هنري كافيل وبعد ما لاحظوا ان ولا فيلم من افلامه كسر الدنيا في شباك التذاكر، بدأوا يفكروا في ان هم يعيدوا تشغيل شخصيه سوبرمان وكل عالم دي سي من الاول.
لكن قبل ما يعملوا كده كان في محاولة أخيرة علشان خاطر يرجعوا هنري كافيل ويكملوا فيلم مان اوف ستيل 2 من وقت ما دوين جونسون ذا روك ساب المصارعة وبدأ يمثل، وهو دايما كان مرتبط بشخصية بلاك آدم عدو شازام الأساسي. سنة 2017 أخيرا اتكتب سيناريو الفيلم شازام، وكان المفروض إن بلاك آدم يبقى هو الشرير الأساسي، بس كانت في مشكلة كبيرة. لما دوين جونسون ارتبط بالدور في أوائل الألفينات كان لسه بيبدأ تمثيل وكان بيحاول يثبت نفسه، لكن بحلول سنة 2017 كان بقى أكبر نجم سينمائي في العالم وحسن ظهوره كشرير في فيلم من بطولة زكاري ليفاي اللي الناس ما تعرفوش كويس. ده ما يتناسبش مع المكانة بتاعته كنجم كبير، وكمان هو كان شايف ان الموضوع بيقلل من قيمة بلاك آدم، وكمان بيضيع الفرصة انه يبقى ليه عالم وافلام لوحده. معرفش ايه الغرور ده، بس كويس اصلا ان الموضوع خلص. علشان كده دوين جونسون اقترح ان هما يفصلوا الشخصيتين ويعملوا كل واحد فيهم فيلم خاص. ولكن مش بنقف لحد كده، جونسون كانت عينه على خصم اكبر بكتير، كان عاوز بلاك آدم يواجه سوبرمان، وكان شايف ان المواجهه دي هتكون ضخمه جدا في الايرادات. وعلشان كده جونسون بدأ يعرض خطه تمتد لسنين لفكره عالم مبني على بلاك آدم. فالخطه هنا كانت ان يبقى في سوبرمان من بطوله هنري كافيل، ويبداوا العالمين بلاك آدم وسوبرمان يدخلوا في بعض ويتحضروا لمواجهه نهائيه بين سوبرمان وبلاك آدم، مواجهه كبيره جدا. ولو من الاخر كده ترتيب القوه في عالم دي سي هيتغير. دي كانت الجمله اللي دوين جونسون بيكررها في كل حته. المثير للاهتمام كمان ان دوين جونسون وهنري كافيل كان ليهم نفس المديره، واللي هي زوجة جونسون السابقه داني جراسيا. وجونسون وداني كانوا مصممين بشده مش بس ان هم يقنعوا هنري كافيل يرجع للدور، لكن كمان يقنعوا دبليو نفسها اللي كانت متردده جدا. بس في الاخر وافقوا ودفعوا لكافيل 250 الف دولار علشان يظهر كضيف شرف في نهايه فيلم بلاك آدم. واللي بنعرفه كمان المشهد ده اتصور في اخر وقت جدا من مراحل الانتاج، وهنري كافيل لبس فيه نفس بدلة سوبرمان اللي كان لابسها في مان اوف ستيل. وفي المرحلة دي كافيل ساب دوره في مسلسل ذا ويتشر، وفي ناس قالت ان السبب هو انه بيركز على سوبرمان، رغم ان في تقارير تانية قالت ان في خلافات ابداعية بينه وبين صناع المسلسل. وهنري كافيل قال وقتها انا راجع رسميا بدور سوبرمان، بس للاسف حصل حاجتين مهمين جدا بعد كده. فأول حاجة فيلم بلاك آدم فشل من ناحية الإيرادات مقارنة بالميزانية بتاعته، وكمان جاله تقييمات سلبية كتير. تاني حاجة جيمس جان اتعين في ورا بروس في منصب زي اللي ماسكه كيفن فاجي في مارفل علشان يبقى هو اللي بيدير عالم دي سي الجديد. وجيمس جان قال انا بشتغل على الجانب الابداعي وبيتر سافران بيقوم بالباقي زي ما كيفن فاجي بيعمل. واول قرار جيمس جان كان انه يكمل عرض كل الافلام اللي كانت لسه بتتعمل زي بلو بيتل، ذا فلاش، شازام 2، وكمان اكوامان 2. ده قبل ما يعمل سوفت روبوت لعالم دي سي ويبدا يعتبر من الصفر. وقبل ما جيمس جان يستلم اداره دي سي بشكل رسمي بنعرف ان ستيفن نايت كان كتب معالجه لسيناريو مان اوف ستيل 2 وكان في برينياك الشرير الاساسي، لكن حسب التقارير دبليو وجيمس جان ما انبهروش بيه. وعلشان كده جيمس جان قرر يبدا من جديد تماما ويكتب بنفسه فيلم جديد لسوبرمان ويخرجه ويكون عن سوبرمان اصغر في السن. وقال الفيلم الجاي الكبير البدايه الحقيقيه لعالم الدي سي يو يسمى سوبرمان ليجاسي. هنري كافيل كان صور كمان مشهد ضيف شرف لفيلم ذا فلاش، لكن جيمس جان قرر ان هو يمسحه لانه بكل بساطه شايف ان ما ينفعش يلمح لحاجات من عالم دي سي القديم في حين ان هم خلاص مش هيكملوا فيه. وبكده مشهد هنري كافيل في فيلم بلاك آدم يكون اخر مره نشوفه بدور سوبرمان. هنري كافيل فعلا هو سوبرمان الجيل بتاعنا وكان اداؤه رائع جدا في الدور، ولكن وجوده في ظل الاداره القديمه في شركه وورا بروس كان اسوأ حاجه.